الأمراض اللي يعاني منها الرئيس مبارك هي أمراض كامنة لا تظهر أمام الناس. نمرة واحد، وهي عندك انت المشاكل اللي في القلب والمشاكل اللي في المخ والمشاكل اللي في الرئتين والمشاكل اللي في الأمعاء، غير بقى الركبتين والكلام ده. لكن فإذا الحقيقة، لكن ده ما يمنعش ان انا اقرر صراحة ان وجوده في مستشفى المعادي ادى الى حدوث تحسن في صحته، وانه هو بيلقى العلاج اللازم اولا باول، ومفيش شك ده ساعد الى حد كبير. يعني انا لما اشوف وش سيادته دلوقتي زي ما سيادتك موريني كده في الصوره، زي ما شفت في الجلسه النهارده، وزي ما بشوف لما بروح ازوره، واخد بال سيادتك، غير ما شفته خالص ايام ما كان في طوره وكان على وشك فطبعا كلمك النهارده في القاعه استاذ فريد؟ لا انا ما بقدرش اتكلم عن حد، لان المسافه بعيده بيني وبينه وحواجز وحراسات ما بقدرش اوصل له. اخر مره سيادتك كنت شفته فيها كان امتى؟ طبعا يوم اخر جلسه تحقيق معاه يوم الاربعاء اللي فات. ايه اللي دار فيها يا فندم؟ في ايه؟ ما هو التحقيقات بقى انت عارف سريه ولا يجوز، في قرار بحظر النشر وبتاع. انما هي جرت معاه على يومين، يوم الاحد ثم يوم الاربعاء، فيما يخص القصور الرئاسيه. يعني بعض الصحف نقلت عن الرئيس السابق مبارك قوله ان الشعب فهم الان كل شيء. هو مش هل حضرتك عرفت منه ماذا يقصد بهذه العباره؟ مش الرئيس اللي قال هذا الكلام، انا اللي قلت هذا الكلام. نقلا عن الرئيس؟ لا. نقلا عن نفسي. عن نفسك. شوف سعادتك، احنا لسه ما كملناش النقطة الثانية، وهي ايه بقى التلويح دي وايه رسالة وبتاع دي تحملها كده، يعني ده عشان يدخلنا في حدوتة سياسية. لا، الواقع من الامر ان لأول مرة فوجئت بالناس اللي موجودين في القاعة مجرد ما ادخل الرئيس السابق الى القفص، فعلت الهتافات وبتاع، اسفين يا ريس، اسفين يا ريس، وبنحبك يا ريس وبنعزك يا ريس، وانت اللي واللي واخد بال سيادتك، كلمات كلها تعبر عن الامتنان والمديح والرغبة في انه الغمة تزول، والتمني في انه المشاكل دي تنتهي. وبيلوحوا له بايديهم، فكان من الطبيعي وهو يسمع هذا الكلام كأي انسان في الدنيا انه يقول لهم متشكرين. هذه المسألة، مش اكتر من انه بيشكر الناس اللي ابدوا روح طيبة يعني، وده اي انسان في الدنيا يعمله، تصرف طبيعي. حد بيحييك يقول لك تعال تقول له متشكرين يا سيدي، ادي المعنى، لا رسائل ولا خطابات ولا اي شيء له اي معنى من المعاني الخبيثة التي قد يحاول البعض الترويج لها. بس بعض التفسيرات يمكن قالت ان تلويح الرئيس السابق مبارك من داخل القفص والحملات التي شنها مؤخرا المتعاطفين معه على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، كل هذا ليس في صالح الرئيس السابق مبارك، بل ربما يؤكد انه على علاقه بانصاره من داخل السجن. راي سيادتك ايه في هذا الكلام؟ ده نوع من الافتراء يعني اقول لسيادتك مثلا حاجه لطيفه خالص بالمناسبه دي. يعني أنا بحب أقول لسيادتك إنه جو المحاكمة الحالي يجري في جو مغاير. المحاكمة الحالية تجري في جو مغاير للمحاكمة الأولى. المحاكمة الأولى زي ما قلت سيادتك في بداية الحديث كانت تجري في جو مشحون جدا وتعبئة رهيبة جدا ضد الرئيس السابق وافتراءات رهيبة، واخد بال سيادتك. الآن وبعد مضي سنتين أنا أقول أن الناس عرفت الحقيقة، حتى من أشد غلاة الهجوم على الرئيس السابق في بداية الأحداث. وعلى رأس هؤلاء الكاتب الكبير الأستاذ محمد أمين. يعني النهاردة الصبح كاتب سيادته مقال في صحيفة المصري اليوم، وهو يكتب عمود يومي ما عدا يوم الجمعة عشان ما تدورش عليه يوم الجمعة في المصري اليوم، كاتب تحت عنوان محاكمة قرن أم بقرون.